السلام عليكم صحابي وصحاباتي، معكم هالة وهذه القناة ديالي كنعاود فيها على الرعب والملاورئيات ونظرية المؤامرة. اذا كان كيعجبكم هذا الكونتنت ما تنساوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتخليوا لي شي كومنت مزيون بحالكم. ودابا يلا نبداو. القصة سندريلا اول مرة في التاريخ غتذكر في واحد الكتاب ديال الاخوين غريم. الأخوين غريم القصص اللي كيكتبوها دائما الكتمين من الرعب، والأحداث اللي كتكون فيها مقرفة نوعا ما. للأسف الشديد أنهم هما اللي كتبوا القصة سندريلا الأصلية، ودابا أنا نعاود لكم القصة باختصار. ولكن قبل ما ندخل معكم في القصة الأصلية ديال سندريلا خليني نعاود لكم القصة اللي كاينة في الفيلم اللي الأغلبية شافوا. القصة كتبدا مع سندريلا اللي عايشة مع الأب وزوجة الأب وزوج خواتات من زوجة الأب، ولكن فاش الأب غيموت زوجة الأب غتستغل الموضوع أبشع استغلال، وغيبقاو يعاملوا سندريلا بحال شي خادمة، وعاد غيسرقوا الورد ديالها وما غيبغيوش يعطيو لها حقها. في واحد النهار من النهارات العائلة الملكية دعت الفتيات ديال البلدة كاملين لواحد الحفلة ملكية باش الامير يختار وحده تكون الزوجه ديالو. سندريلا لبست احسن فستان عندها واللي خيطته بيدها، ولكن البنات ديال زوجة الاب غتجيهم الغيره وغيقطعوها لها وغيمنعوها باش تمشي للحفل. ولكن بالمساعده ديال الحيوانات والعرافه الساحره سندريلا غتلبس احسن فستان وغتركب احسن عربه وغتمشي للحفل. هادشي بسبب واحد التعويده اللي رمات عليها العرافه واللي غتشرط عليها ترجع قبل من 12 ديال الليل، حيت في هذا الوقت كيتسالى السحر ديال التعويده. سندريلا غتمشي للحفل والامير غيتعجب بسندريلا وغيبقى معاها حتى غيوصل الوقت. ملي غتوصل الساعه 12 ديال الليل سندريلا غتهرب من الامير باش ما يشوفهاش بلا داك الفستان الجميل، ولكن فاش غتكون كتهرب غيطيح منها واحد الفردة ديال الصباط الزجاجي، وغتكون ديك الفردة هي السبب باش الامير غيجبر سندريلا من بعد، وغيتزوجوا وغيعيشوا سعادة وهناء لنهاية العمر. وهذه هي القصة اللي كانت في الفيلم ديال ديزني. اجيو دابا نشوفوا القصة الحقيقية. البداية في القصة هي نفس البداية في الفيلم ديال ديزني. الاب الحانون فاش غتموت الام غيبغي يتزوج باش سندريلا ما تبقاش بوحدها. الفرق اللي كاين في القصه ان الاب بقى عايش وما ماتش. في القصه الحقيقيه كنشوفوا ان خواتات سندريلا كيعاملوها معامله ابشع من اللي كاينه في الفيلم، كيضربوها وكيمنعوها من الاكل والشرب، والاب غير كيتفرج ما كيدافعش على بنته. حتى الاتات ديال الغرفه داوه كامل وخلاوها كتنعس غير على الارض، وباش تدفى كانت مسكينه كتنعس حدا المدفأة. وبسبب هاد الشيء الملابس ديالها كانت ديما مسخه بالرماد وعليها سموها سندريلا. والمعنى الحقيقي ديال كلمه سندريلا هي التراب المتبقي من الاشياء المحترقه او الرماد الذي يخرج من الاشياء التي لا قيمه لها. يعني الاسم ديالها ماشي سندريلا مجرد لقب اللي شرحوا به الاخوين غريم الحاله ديالها. في واحد النهار من النهارات الاب ديال سندريلا كان ماشي مسافر وسول البنات شنو خصهم يجيب لهم كهديه. الاخوات اختاروا ملابس ومجوهرات، ولكن سندريلا اختارت واحد الشجره، وفاش جاب لها ديك الشجره بقات كل صباح كترويها بالدموع ديالها. ومع الايام الشجره كبرت ورجعت مأوى بزاف ديال الحيوانات، وهاد الحيوانات غيبقاو يتهلاو في سندريلا ويجيبوا لها اللي بغات. ومن موراها اللي وقع في الفيلم وقع في القصة الأصلية. العائلة الحاكمة غتعمل حفلة وغتدعي البنات ديال البلدة كاملين، والاختلاف اللي كاين هو الحفلة في القصة دازت فيها 3 أيام، ولكن في الفيلم غير ليلة واحدة صافي. مرات باها كانت رافضة سندريلا تمشي معاهم وعملت واحد الحركة غبية، رمات العدس في المدفأة وقالت لها اذا ما جمعتيهمش كاملين ما غتمشيش معنا للحفله. وهنايا الحيوانات غيساعدوها وغيجبدوا لها ديك الحبات ديال العدس كاملين. وخا سندريلا غتجمع ديك الحبات ديال العدس كاملين ما غتخليهاش تمشي. سندريلا خرجت حدا الباب كتبكي، ومرات باها وخواتاتها غيبقاو يلبسوا لداخل، وغتمشي حدا الشجره اللي رواتها بالدموع ديالها وغتقول واحد القصيده، وما كانتش عارفه بلي هاد القصيده عندها واحد المفعول سحري.
تما غيجيو الطيور وغيجيبوا لها فستان وحذاء اللي غتلبسهم وغتمشي بهم للحفل، وغتجبر الامير، والامير يلا شافه وبغى يهضر معاها وهي تهرب منه. غتجي الليله الثانيه وغيشوف الامير وغيبغي يهضر معاها عاوتاني، ولكن غتهرب منه للمره الثانيه. وهاد المره الامير غيبغي يتبعها للدار، ولكن سندريلا غتخبع بين الاشجار وما غيجبراشي. والمره الثالثه الامير بغى ينصب ليلى واحد الفخ، وغيامر الحراس ديالو بلي دهنوا الارضيه بواحد الماده لذيذه، ويلا غادي تبغي تهرب غيطيح لها الصباط الذهبي، وهذا هو اللي غيخليه باش يجبرها به من بعد. الامير غيمشي يفتش مع الحارس ديالو دار بدار على سندريلا حتى غيوصل الدار ديالها، وغيامرهم باش النساء كاملين يجيو باش يجربوا الصباط. وهنايا غيبدا الجزء السوداوي من القصه. البنت الاولى غتستوعب ان الصباط ما غيجيش يقدها بسبب صباع ديالها الصغير، وغتعتمد على النصيحه ديال ماماها وغتدخل للداخل باش تقيسو، وغتقطع الصباع ديالها الصغير وغتخرج وغتبين لهم ان الصباط جا قدها. الامير غيفرح حيت غيسحاب ليه انه جبرات بصح، حتى غيلاحظ ان الصباط كينزل منه قطرات ديال الدم، تما غيعرفها نصابه وغير كتكذب، وغيطلب من الصغيره تقيس الصباط، وغتلاحظ ان الكعب كبير، وغتعمل نفس العمله ديال اختها وغتدخل داخل وغتقطع الكعب ديال رجلها وغيجي قده. ولكن الامير غيعرفهم كيكذبوا المره الثانيه. غيهز الصباط بيدو وغيسول واش كاينه شي بنت اخرى هنايا. وهنايا سندريلا غتجي وغتقيس الصباط وغيجي قده، وغيخرج الامير وغيديها معاه القصر وغيتزوجوا وغيعيشوا بسعاده وهناء لطول العمر. وللاسف القصه ما غتساليش هنايا. الاخوات ديال سندريلا غيبغيو يمشيو يباركوا لها على العرس، ولكن فاش غيشوفوهم الطيور اللي كانت كتربيهم سندريلا ما غيبغيوش وما يعجبهمش الحال، غيهجموا عليهم وغيطبطقوا لهم عينهم. الاخوات غيعواروا وما غيبقاوش يشوفوا. وهنايا غتسالي القصه. اذا وصلت حتى هنايا كنبغي نقول لك شكرا، واذا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لي واحد لايك باش نزيد نعمل لكم قصص وحدين اخرين على ديزني. باي باي.